شباب تانية ثانوي الشعب العلمية، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مستر مايكل عاطف من قناة هنذاكر ماس. النهارده هنحل التقييم بتاع الاسبوع التاسع. بالنسبة للاسبوع الثامن طبعا هو منزلش عشان كان العيد. كل سنة وانتم طيبين. تعالى نبدأ على طول كده في موديل 1 مع بعض. بيقول لك an infinite geometric sequence in which any term equals to 3 times the sum of the following term. يعني ايه الكلام ده؟ بص كده معايا. انا اوريدي السيكونس كده ولا كده نوت معايا في حاله الجيومتريك بتكون عباره عن الشكل ده، عباره عن ايه؟ اي ار، اي ار باور 2، اي ار باور 3 and so on. صح لحد طبعا اللاست تيرم. طيب هنا بقى هو بيقول لك ان في اني تيرم، سي مثلا ان انا هاخد الاني تيرم ده اللي هو الفيرست تيرم اللي هو مين؟ اللي هو الايه؟ ايكو. قال لك ايكوال ايه بقى؟ اهو equals to 3 times the sum of the following terms up to infinity. بس اهم حاجه من الترم الكام؟ اللي بعدها يبقى هي مالتبلاي الترم اللي بعدها اللي هو مين؟ اللي هو الاي ار. يبقى الكلام ده كده اهو اللي هي ال 3 ديت اهي مالتبلاي. المفروض اي ار the sum of the following terms up to infinity لحد الانفينيتي. طب ما انا اوريدي بحافظ القانون اصلا بتاع الانفينيتي. حد فاكره؟ كان ايه؟ كان عباره عن الاي اوفر 1 ماينس ار. يبقى الكلام دوت كده multiply 3 times the sum of the following terms up to infinity. فالنقطة اللي مش هكتب ايه تاني، هي هتكون على طول مين اللي بعدها على طول؟ الاي ار. فانا هعمل 3 multiply الاي ار اوفر 1 ماينس ار. هتقولي طب ليه ما عملتش ايه اوفر 1 ماينس ار؟ هقول لك اي القانون بتاعنا كان الايه على اساس ان هو ده كان الترم على طول اللي بعدها، بس انا قلت هتكون بدايتي الاي ار مش الايه. فهمت ليه؟ طيب اوريدي هنكنسل طبعا الايه مع ال اللي هناك، فهيبقى هنا هيتبقى 1. هنعمل كروس على طول مالتيبليكيشن، هيبقى 1 ماينس ار، 1 ماينس ار ملتبلاي 1 ب 1 ماينس ار بإيكوال 3 ار. طيب بعدها هدخل النيجاتيف ار بالبوزيتيف، هيبقى 4 ار بإيكوال البوزيتيف 1. يبقى الار بس بإيكوال كام؟ هتودي ال 4 هناك بالديفايد تبقى عبارة عن 1 اوفر ال 4. انا كده ابقى جبت الار اللي هي الكومون ريشيو. طب هتستفيد بيها اصبر بقى. دلوقتي قال لك ايه؟ قال لك اف اتس ال 5 ستار بيكوال 1. يعني ايه 5 ستار؟ يعني الاي ار باور 4 ايكوال 1. انت جبت اوريدي حالا ان الار بكام؟ ب 1 اوفر 4. خلاص يبقى الاي على طول هتكون بيكوال ال 1 ديفايد ال 1 اوفر ال 4 باور ال 4. المسألة كده انتهت سيادتك. تتعمل ازاي؟ هات بس الكالكوليتور، هنعمل 1 ديفايد 1 over 4 باور ال 4 طلعت ب 256. يبقى على طول بقى السيكونس اوريدي اللي هو عاوزها اني اجيبها اصلا هيبقى عبارة عن ال 256 هعملها ملتبلاي ال 1 over ال 4. ما هو دوت الكومن ريشيو طلعت ب 64. هتعملها برضو ديفايد 1 over 4 تطلع ب 16 and so on. يبقى انا كده هكون جبت السيكونس بالنسبه لايكويشن نمبر 1. بالنسبه لايكويشن نمبر 2 يقول لك فين ذا النمبر اوف تيرمز. يعني ايه؟ يعني عاوز الان اوكي اوف ذا جيومتريك سيكونس whose السم is 121 and 4 over 9. هو مين دوت السم بتاع ايه؟ اس ان في العموم. انا ما اعرفش هما كام تيرم. يبقى انا النقطه اكتب اللي هو بس الداتا واحلها لك فوق. يبقى انا كده معايا الاس ان بيكوال 121 and 4 over 9. اوكي كمل. The first term is 81. ايه ده انت معاك الايه عباره عن 81 and the last term is 1 over 9 ومعاك ال عباره عن 1 over 9. طب ما كده خلاص هي كده يعتبر على فكره اتحل. ايه قانون الاس ان؟ كان ليه قانونين. ايوه فكرني انت بقى بيهم بقى كده. كان اس ان ايكوال، نكتبه بالقانون، ايكوال فراكشن اي ماينس
النقط هستعمل على فكره القانون التاني عشان نقط معايا اللاست تيرم، مش هستعمل الاولاني. ال r over 1 minus r. طيب افرض حد يقول لي لا انا كنت هستعمل القانون الاول، هقول لك ممكن مش هستفيد بيه في حاجه، لان كان هيكون معاك ار وان، فهمت؟ لكن انت هيكون معايا بس الار هي اللي ايه معرفهاش. اوكي ماشي يا مستر، خلاص اقتنعت. طيب الاس ان هو اداها لي بكام؟ 121 and 4 over 9. 121 and 4 over 9 equal ال A الفيرست تيرم 81 minus ال L اللي هي اللاست تيرم 1 over 9 R over 1 minus R. هبتدي انا دلوقتي هعمل ايه؟ هعمل كروس مالتيبليكيشن واظبط المسألة بتاعتي. طيب هنظبطها ازاي؟ هعمل 121 and 4 over 9 multiplied 1 minus ال R، يبقى 121 and 4 over 9 minus ال 121 and 4 over 9 بس المرة دي R، أنا هعملها ملتبلاي لل 1 وملتبلاي لل R، الكلام ده كله هيكون بإيكوال. هعمل دي كلها ملتبلاي بالنيوتن هنا ب 1، فخلاص يبقى هتنزل، يبقى 81 minus ال 1 over 9 R. أجمع ال R مع بعض وأجمع النمبرز مع بعض. طيب هتعمل إيه الخلاصة؟ هات لي يا سيدي الار، مشي الار ديت هي اللي هناك وجاب ال 81 هي اللي هنا، يعني خلاص هعمل 129 هعمل اول شيفت فراكشن عشان يبقى ميكس 121 and 4 over 9 minus ال 81. طيب هدوس اس دي تطلع بديسمال، دوس شيفت اس دي، دوس شيفت اس دي عشان تبقى جايه لك برده من ميكس، دي هتطلع ب 40 and 4 over 9 equal هعمل النيجاتيف 1 over 9 ماينس، ولا دي بقى ما هي اوريدي ماينس هتروح هنا خلاص، يبقى هي كده هتروح هناك بالبوزيتيف، يبقى انا دلوقتي هعمل نيجاتيف 1 over 9 بلس، خلي بالك انا هجمع الار في الرايت، فاوريدي دي نيجاتيف 1 ودي هتروح هناك بالبوزيتيف، يبقى بلس 121 اعمل برضو زي ما قلت لك شيفت فراكشن عشان يبقى ميكس and 4 over 9 ودوس ايكوال وبعدها دوس شيفت اس دي، طلعت ب 121 and 1 over 3. هودي دي هناك بالديفايد ابقى جبت الار، يبقى الار بايكوال 40 and 4 over 9 divide الانسر، طلعت الار ب 1 over 3. كده انا جبت مين؟ جبت الار اللي هي الكومن ريشيو، ومعاك اوريدي الايه، هو عاوز ايه؟ عاوز الان، find the n number of a term. ماشي، ليها طريقتين، اللي يعجبك اللي يعجبك. في حد هيقول انا هشتغل برضو بالقانون برضو بتاع الاس ان بس اللي هو فيه مين؟ اللي هو فيه الان، هقول لك صح. في حد يقول لي ايه؟ بقول لك ايه؟ ما انت مديني اللاست تيرم، وهو اوريدي لو انا جبت اللاست تيرم يبقى انا كده اقدر اجيب منه الان اللي هو كان ايه اصلا القانون. هتقول لي يا مستر انا عارف ان اللاست تيرم ده هو عباره عن الاي ار باور الان ماينس 1، هقول لك كلامك صح. تقول لي طب ما خلاص انت يا مستر معاك، مع حضرتك دلوقتي معاك دي 1 اوفر 9 ومعاك الاي اوريدي ب 81 اهي ب 81، ومعاك الار لسه جايبها حالا ب 1 اوفر 3 باور الان ماينس 1، واوريدي الكلام ده كده كله بايكوال 1 اوفر 9. طب ما يا مستر كده اتحلت، هقول لك خلاص يلا، يبقى 1 اوفر 9 هتودي ال 81 هناك بالديفايد، هعمل ديفايد 81 طلعت ب 1 اوفر ال 729، يبقى انا لما وديت دي اهي بالديفايد طلع لي كده ب 1 اوفر ال 729 بإيكوال ال 1 اوفر 3 باور ان ماينس 1. الخلاصه مش انت عاوز تعرف هي تعتبر دي ان ماينس 1 هتكون بإيكوال كام؟ هتعمل سيادتك فراكشن، هتكتب شيفت لوج، اللوج انهي اللي هو لحظه واحده هتدوس على طول زرار اللوج اللي هو تحت الاكس باور نيجاتيف 1 اللي هو ده اللوج اللي هو العادي، هتكتب جواه اللي هو اللي موجود في الليفت اللي هو ايه 1 اوفر 729 واقفل اوفر واعمل لوج البيز اللي هي 1 اوفر 3 اوفر لوج 1 اوفر 3 واقفل
دوس ايكوال طلعت ب 6. يبقى ال n ماينس 1 بايكوال 6. يبقى ال n بكام؟ ب 7. سمعتك كنت بتقول ب 5، انت هتودي نيجاتيف 1 بالبوزيتيف، يبقى 6 بلس 1 ب 7. اوعى تختار 6، ها دي n ماينس 1. حد بقى تاني فزلوكه كده انا عارفكم، يجي يقوم قايل لي ايه؟ لا انا كنت هشتغل بكمبيوتر الاس ام. صح، بس يبقى قابلني لو وصلت. امين. طبعا بقى في طريقه تانيه، طبعا لما بتيجي طبعا دي في اللي تشوز، ماشي اهو انا عارف انت هتجرب من اللي تشوز على طول الان مثلا، وحضرتك مثلا ب 2 و3 و5 و7 والكلام ده هتحطها ب 7 مثلا، فتقول 7 ماينس 1 اللي تلاقيها طلعت لك موجود في الليفت، تقوم مختارها والمساله انتهت. طبعا ده هتقول لي طبعا انا هعمل كده، ماشي. find the equation of the tangent and normal. عادي جدا، قلت لك slope of tangent او normal على طول هجيب اصلا الديريفيتيف. بس نجيب الديريفيتيف يبقى دي واي باي دي اكس هيكون بايكوال ديريفيتيف الساين بكوزاين. هات لي لما الاكس بكام؟ بباي. ادي الاكس بايكوال باي. هعمل كوزاين، طبعا قلنا تبقى ب 180. طلع بنيجاتيف 1، يبقى الديريفيتيف طلع بالنيجاتيف 1. هجيب لك دلوقتي الايكويشن بتاعت التانجنت وبتاعت النورم. اوكي يلا بينا يلا بينا. الايكويشن بتاعت التانجنت هي بتكون عباره عن ان هي بايكوال الديريفيتيف اللي هو بنيجاتيف 1. الخلاصه هتبقى عامله كده يا شباب، y ماينس y1 اللي هي بكام؟ اللي هي بزيرو اوفر x ماينس x1. x1 بكام؟ بواي ايكوال الديريفيتيف اللي هو بنيجاتيف 1. تعمل كروس هيبقى الخلاصه كده ان الواي بايكوال نيجاتيف اكس بلس الواي. عايز بقى تجمعهم كلهم تخلي الايكويشن ايكوال لزيرو، صح. في النورمال هي نفس الايكويشن اللي في الليفت اهي، واي ماينس 0 اوفر اكس ماينس الواي، بس بايكوال النورمال اعمل فليب وتشنج للساين. يعني هي نيجاتيف 1 المفروض هتبدلها وتغير الساين، يعني تبقى بوزيتيف يعني 1 اوفر نيجاتيف 1 بس غير الساين تبقى 1. يعني خلاص يبقى بايكوال بوزيتيف 1 غير الساين. واعمل برضو كروس يبقى الواي بايكوال اكس ماينس الواي. يعني الخلاصه الاختلاف بيكون في الساين في حاله التانجنت والنورم. طيب equation نمبر 4. انا بس لما انا جيت صحيح بس نقلت عشان الناس يعني equation نمبر 4 هو كان في الترتيب يعني بتاع التقييم هو كان نمبر 3، انا بس انا ايه نقلتهم ورا، ماشي. الترتيب بس لكن هي السؤال واحد. خلاص فين ذا بوينت اسمها هو مسمى لك اس الكيرف ده at which the tangent to the curve is parallel to الاكس axis. تاني is ايه؟ parallel to الاكس axis. هتعمل ايه؟ تعال نجيب الديريفيتيف، وطالما قال لك parallel to للاكس axis يبقى مين اللي بزيرو؟ الواي. يس، يعني الخلاصه ان الديريفيتيف ده هيكون بايكوال الزيرو. تعال نجيب الواي داش ايكوال ديريفيتيف في الاكس باور 2 2x، ديريفيتيف النيجاتيف 4x بنيجاتيف 4، ديريفيتيف ال 5 بزيرو. هي دي الديريفيتيف. يس، قلت لك الايكويشن دي هتكون بايكوال الزيرو لان هو قال لي بارل الاكس يبقى معناها ان الواي داش بايكوال الزيرو. هودي النيجاتيف 4 يبقى 2x بايكوال بوزيتيف 4. الخلاصه ان الاكس هيطلع بايكوال البوزيتيف 2. يبقى انا كده جبت الاكس اكسس بتاعتي. طيب طالما جبت الاكس يبقى انا كده جبت الفيرست ديريفيتيف، اوكي، وعملت سبستيتيوشن. هو عاوز بقى الايكويشن اوف ذا ايه؟ اوف ذا التانجنت ولا عاوز البوينت؟ هو عاوز البوينت. خلاص مش انت كده جبت دلوقتي اهوت الاكس ب 2؟ اعمل بيها سبستيتيوشن فوق هتجيب الواي. هتعمل ايه؟ يعني هعمل كده، هعمل 2 باور 2 ماينس 4 باي 2 بلس ال 5 طلعت ب 1. يبقى انا لما عملت سبستيتيوشن فوق الواي طلعت بايكوال ال 1. الخلاصه يبقى البوينت بتاعتك بال 2 وال 1. المساله كده خلصت. السؤال اللي بعد كده عاوز tan 22 degree and 30 minute over 1 minus sin square 22 degree 30 minute. تتعمل ازاي؟ باختصار خالص هتعمل ملتبلاي للي موجود تحت. انت دي كام؟ مش هي دي tan باور 2؟ اعمل تايمز لمقلوبها. مقلوبها تان كان كوتان. يعني انت توصل هعمل ملتبلاي للكوتان. ايوه في ايه؟ هعمل ملتبلاي للكوتان سكوير
ال 22 اللي هي الانجل بقى ذات نفسها 30 مينت في النيميريتور والدينومينيتور زي ما اتفقنا. نعمل مالتبلاي دايما في حاله الفراكشن لازم نعمل في النيميريتور والدينومينيتور عشان ما ابقاش غيرت المساله. طيب هعمل تان مالتبلاي كوتان. هو اي حاجه قلنا تايمز المقلوب هيديك كام؟ 1. يبقى الخلاصه دوت كده طلع بيكوال 1 اوفر كوتان مالتبلاي ال 1 هتديك الكوتان يا مستر. خلاص ادي هات الكوتان سكوير 22 ديجري 30 مينت ماينس التاني سكوير مالتبلاي برضو كوتان سكوير ب 1. سوري هي اللي فوق كانت كوتان سكوير مالتبلاي تان، فهو نوت واحده بس من الكوتان، يعني هيتبقى لي فوق، انا اسف يا شباب، هيتبقى لي كده فوق هي واحده من الكوتان، يتبقى لك كوتان 22 ديجري 30 مينت. بعد كده هاخد النيجاتيف من تحت كومن فاكتور هيبقى بالشكل ده 1 ماينس الكوتان سكوير 22 ديجري 30 مينت. حد يقول لي انت كده غيرتها، اقول لك لا، خليت الكوتان هيت بالنيجاتيف وال1 بدل ما كان نيجاتيف بقى بالبوست، بس بدلتهم غيرت الساين فاخدت النيجاتيف من بره. والكوتان اللي فوق اهي كوتان 22 ديجري 30 مينت. بص بقى انا ملاحظ دوت ان هو بتاع الدبل انجل اللي هو بتاع الدبل انجل اللي هو قانون ضعف الزاويه. قلت لك احنا ازاي بنقدر نجيبه؟ المفروض ناقصني كود فيه، ناقصني فيه 2، فانا هحط ال 2 فوق واحطها برده تحت عشان ما قلت لك زي ما اتفقنا ما يبقاش ايه غيرت. هاخد ده بره اللي هو مين هنا اللي هو ال1، يعني الخلاصه يبقى كده، يبقى نيجاتيف هاف مالتبلاي مين بقى؟ مالتبلاي الكوتان تو الانجل تاني، كوتان ايه؟ تو الانجل، يعني الانجل نوت مثلا ب 22 ديجري 30 مينت هعمل لها باي ال 2 تطلع ب 45، يبقى دي كده ب 45 ديجري. ما هو كان ايه القانون؟ كان بيقول لك ان 2 كوتان اوفر 1 ماينس الكوتان سكوير، تاني كان بيكون 2 كوتان اوفر 1 ماينس الكوتان سكوير. فانا اوريدي دلوقتي بقت نيجاتيف هاف مالتبلاي كوتان ال 45 يبقى نيجاتيف هاف باي، طبعا مفيش كوتان على الكالكوليتور يبقى هنعملها 1 اوفر التاني 45 هتطلع بايكوال نيجاتيف هاف. دي الخلاصه ايكوال النيجاتيف هاف. ماشي كده، ده كده كله بالنسبه لحل ايه؟ موديل 1. هسيب لكم انتوا موديل 2 موديل 3 خبط انت كده فيه، ولو في اي حاجه وقفت معاك اكتب لي في الكومنتس تحت. تمام؟ ما تنساش طبعا تعمل لايك للفيديو، تعمل شير، ولو اول مره تشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب. اوكي؟ في النهايه حابب اقول لك كان معاك مستر مايكل عاطف من قناه هنذاكر ماث. سلام.